السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كراطان بالشوفلور والدجاج بصلصة الجبن. كيجي لذيذ بزاف هذا الكراطان، كتجي رائعة وسهلة. قبل ما ندوز الفيديو اخواتي ما تنسونيش من تشجيعاتكم ولايكات للفيديو، ونبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول مكون اللي غادي نحتاج اللي هو الشوفلور. كنجيبو الكمية اللي بغينا، كنغسلوه مزيان، كنقيوه عفوا مزيان من الشوائب، نقطعوه هكا شجيرات لي صغيورين ونغسلوه ونسقطروه ونخليوه جانبا. في لاصوص غادي ندير شويه زيت العود، الملح الابزار، شويه الفلفله حمراء، شويه ديال القزبر مجفف مطحون، وشويه ديال الزعتر حتى هو كنحكوه شويه. صافي، هذه هي الصوص اللي غادي ندير في هذا الشوفلور. كتعطينا واحد المذاق زوين. الشوفور ديالنا كيجي بنين، ما كيجيش ليكم الاختيار، تقدروا ديروا غير مسلوق مع هذه الوصفه هذه، لكن بهذه الطريقه هذه راه غادي يجي يعجبكم بزاف، كيجي رائع ولذيذ ما كيبقاش باسل. صافي، كنخلط مزيان ديك التوابل مع الشوفلور وكنديرها في واحد الطاوله اللي مفرشه وكندخلها للفران العافيه، يعني تقريبا 180 حتى ل 200. الا بغيتو يطيب لكم دغيا في 10 دقائق غطيو عليه بورق الطبخ من الفوق. بغيتو تصبروا عليه شويه تيطيب وفي نفس الوقت كيتحمر كتخليوه عريان، المهم نتوما واللي بغيتو. صافي، كندير شوفلور ديالي طيب وكندير واحد المقيله، كندير فيها واحد الحبه ديال البصله اللي كبيره مع شويه زيت نباتيه، وكنديرها كتشحر حتى كتدبال كطيب. وكنزيد ليها هنا عندي صدر ديال دجاجه اللي متوسط ماشي كبير بزاف، كنديرو مقطع هكا مكعبات ولا شرائح طويله كيف ما بغيتو. كنضيف ليه واحد جوج فصوص ديال الثوم اللي محكوكين، ملحه الابزار، شويه ديال الفلفله حمراء، وشويه ديال الزعتر كذلك، يعني نفس التوابل تقريبا. كنحيدو غير القزبر المجفف ما نديروش. صافي، هادو هما التوابل اللي درت. وشويه الزنجبيل عفوا راني نسيت ما ذكرتوش. صافي، وكنخليه الدجاج يتشحر، تكون العافيه مجهده باش الدجاج ديالكم ما يبسش يجي قاصح. الا نقصتوا عليه كيطلق داك الماء ديالو وكينشف وكيقصح. جهدوا عليه العافيه وانتم كتحركوا مره مره، راه كيطيب دغيا وكيجي فتي وما كياخذش معكم الوقت بزاف. صافي، كنبقى هكا راده ليه البال مره مره كنحركو، راه ما كيتحمرش، يعني ما تخليوش حتى يتحمر. كيف شفتوا انا قلبته بيديا صافي كيكون فتي طايب، واخا كيبان لكم اللون بيض فكيكون فتي هو هذاك. صافي، كنخليه جانبا. هنا الشوفلور ديالي كيف شفتوا راه طاب ما شاء الله، كيطيب كيولي يعني زبده، غير ما تخليوش حتى يتشتت. عاوتاني بقى لكم هكا شاد فراسو باش كيتحط لكم زوين هكا في المول. صافي، هنا بالنسبه لهاد الصلصه ديال الجبن المنزليه راني حطيت الفيديو في الريل، غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو، يعني في الفيديوهات القصيره كتجي زوينه وسهله. غنديرها في هاد الكراطان هادي. صافي، كنجيب الشوفلور ديالي كندير طبقه ديال الشوفلور من التحت، كنديرو كامل هكا من التحت، وكنزيد كندير هذيك الصلصه ديال الجبن. تقدروا ديروا الجاهزه كيف ما تقدروا تستغناو عليها وديروا البيشاميل، ليكم الاختيار. صافي، هنا من بعد ما درت واحد الطبقه ديال الكريمه ديال الجبن، فانا درت هذيك الطبقه ديال الدجاج هي الاخرى، وغنزيد مازال غادي نعمر عليها مزيان بالصلصه ديال الجبن. كيف قلت لكم تقدروا تستغناو على صلصه الجبن وديروا بيشاميل وديروا الجبن من الفوق. صافي، من بعد ما دخلتها الفران كطيب لينا، يعني كتكراتينا وكنخرجوها. كتجي زوينه بزاف، جربوها على ضمانتي ان شاء الله غادي تعجبكم. وكيف ما انا كنشارك معكم هكا حويجات اللي كندير في داري، فتنتوما ما تبخلوش عليا على الاقل بلايك. وجزاكم الله خيرا اخواتي. نتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تجربوا الوصفه واللي عجباتها تكتب لي كومونتير. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.